السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله كانوا تكونوا لاباس اعزائي الكرام. على بالي بلي طولت عليكم وعندي مده ما درت لكمش فيديو مي الله غالب. اليوم واش راح نطيبوا البنات؟ راح نطيبوا كسره او راح نطيبوا مطلوع، كل واحد كيفاه يسميها، في الكوشه او خبز الكوشه. واش راح نحتاجو في الوصفه هذه؟ نحتاجو لهنا 500 غرام تاع الفارينه، نحتاجو هنا مغرفه كبيره تاع الاكل من السكر ومغرفه صغيره تاع ملح، نحتاجو هنا حوالي كاس تاع الماء. سما حتى نشوفوا العجينه تاعنا بدات تتلم. ولا هنا نحتاجو 2 مغارف اكل يعني كبار تاع الزيت. اول حاجه البنات راح نديرها لهنا، راح نجيبو البول تاعنا. ودائما نقول لكم البنات سما اللي ما عندهاش بيترا تقدر تعجنها بيديها. وش هو الوصفه هذه ما تحتاج العجن بزاف، فقط تلميها. راح نحطو الفارينه تاعنا، وهنا البنات بعد ما حطينا الفارينه تاعنا راح نحطو مغرفه تاع السكر، ونزيدو نحطو المغرفه تاع الملح. وبلا ما ننسى لنا البنات نسيت المكون الاساسي، سامحوني، بالزربه والزربه والدراري راهم هناكم عارفين. راح نزيدو لهنا خميره تاع الخبز عاديه، راح نزيدو مغرفه كبيره فوالا هكذا. وراح نخلطوهم كامل مع بعضهم، يعني النواشف هكذا نخلطوهم مع بعض. وهنا البنات بعد ما خلطت النواشف هادو كامل لهنا مع بعض، واش راح نجيب؟ راح نجيب هنا الزيت تاعنا ونحطو 2 مغارف تاع الاكل، وحده 2 بهذا الشكل. ولهنا البنات واش راح ندير؟ مباشره راح نحطهم لهنا يتخلطوا واحد 2 ثواني 3 هكذا، ماشي بزاف، غير باه تتبسس لنا هذيك الفارينه. وهنا البنات بعد ما خلطت لهنا مع الزيت نتاعنا واش راح ندير؟ راح نجيب الماء تاعي وراح نحط حوالي كاس تاع ماء، وبعد ما نخلصوا العجين تاعنا ناكد لكم اسكو راح نحتاجو كامل هذا الكاس ولا القليل منه. دركا واش راح نديرو؟ راح نشغلوا الخلاط نتاعنا وهو قاعد يتخلط. انا راح واش ندير؟ نبقى نفرغ في الماء هذا غير بشويه او تدريجيا حتى نشوف العجينه بدات تتلم، نحبس. يعني لهنا ما راحش نخليها تكون عجينه طريه بزاف وما راحش نخليها تكون يابسه. هذه هي البنات العجينه اللي تحصلت عليها. بعد العجن حطيتها لهنا في بول اخر، لانه انا حبيت نعطيكم يعني لي ميزور المضبوطه والمقادير المضبوطه. هذه البنات راح دير لنا 2 تاع القرصات يعني. دوكا واش راح نديرو؟ انا راح نخليها تخمر او يضاعف الحجم تاعها مده نص ساعه. وهنا واش راح نديرو؟ راح نحطوها بكيس بلاستيكي اللي عندها سيلوفان. انا وخلص لي معليش عوضته هنا بكيس بلاستيكي يكون نضيف حاجه باينه. وكما قلت لكم تقعد مده نصف ساعه تقريبا يعني حتى يضاعف الحجم. ولهنا البنات نسيت ما قلت لكمش من قبيل، الماء ماهش يكون بارد، راح يكون دافي نوعا ما باه يساعد الخميره تاعنا. دوكا انا راح نكمل العجين مع القرصات الثانيين ونرجع نكمل معكم لا فيديو ان شاء الله. سي بون البنات، لهنا الكسره تاعي راهي طلعت ولا كما يقولوا خمرت، فوالا كيفاه ولات كم تشوفوا كيفاه.
دركا واش راح ندير لها، راح نفشلها برك هذا الهواء تاعها هكذا. سيبو هنا البنات بعد ما فشيت لهم الخميره تاعهم وقسمتهم اون دو كما قلت لكم. هذوك لي ميزور اللي عطيتهم لكم او المقادير يدونوا لنا زوج تاع القرصات او القرصات. دوكا واش راح ندير، راح نحزها هكذا ونجيبو سميد متوسط ولا سميد رطب هكذا. ومام اللي هنا في الحطبه هذه تاعنا او في البلونطون دو طرافاي تاعنا واش نديرو، نرشو شويه تاع دقيق فوالا هكذا. نحاول كيفاش نطريها غير شويه بيدي. نحط هذه هكذا. دوكا واش راح ندير بهذا، حنا عندنا لهنا نقولوا له الرواق، في بلاصه خلاف ما على باليش كيفاش يقولوا له، ونحاول نطرحها بيان. يعني لهنا البنات العجينه تاعنا ما لازمش نخلوها هكذا خشينه، لازم نطرحوها بيان رقيقه، لانه راح مازال نزيدو نخلوها ترتاح او تخمر عاد باش ندخلوها الكوشه الطيب. في الاول البنات خليناها مده نص ساعه باه خمرت، راح نزيدو نخلوها تقريبا حوالي 20 دقيقه ولا حتى نص ساعه حتى هي راح تزيد تخمر. سيبو هنا البنات بعد ما خبزت الكسره تاعي او بعد ما طرحتها بهذاك اللي قلت لكم عليه. دونك اني كملت مع الاولى وزدت خدمت حتى الثانيه. ولهنا السنيوه تاعي بيان سور راح ندهنها بالزيت بهكذا ما تحرقناش او ما تلصقناش الخبزه تاعنا. دوكا واش راح ندير، راح نجيب هكذا قماشه، على بالي بلي كامل الجزائريين عندهم اللي يعجنوا سما الخبز في الدار. واش راح ندير دوكا، راح نغطي عليها بهذا الشكل ونخليها حوالي 20 دقيقه كما قلت لكم ولا نص ساعه حتى تخمر ويضاعف الحجم تاعها. وفي نفس الوقت لهنا انني شعلت الكوشه على 180 درجه. سي بون بعد ما تخمر الكسره تاعي راح ندخلها مباشره للفرن ونرجع ونكمل معكم لا فيديو ان شاء الله بعد ما تخمر الكسره نتاعي. بون البنات هذا هو المطلوع تاعي تاع الكوشه اللي طيبته او الخبز تاع الكوشه. وباه تعرفوا كيفاش طيبته، بعد ما خمر البنات دخلته عادي في السنيوه، حاجه باينه بعد ما راح يطيب راح نحيم السنيوه ونقلبو الجهه الثانيه باه يطيب، يعني ماش نشعل عليه من فوق. وهذه هي كما راكم تشوفوا فيها، هذه هي الكسره تاعنا فوالا. هذا هو الشكل تاعها وما تجيش خشينه بزاف. خلينا نقسمها لكم باش تشوفوها من داخل. فوالا هكا راح تكون من داخل. اللي عجباتو الوصفه تاع اليوم البنات ما ليها غير ديري جيم لا فيديو، تضغط على زر الاشتراك هكذا باه يوصلكم كل جديد. واللي مازال مشتركوش مالي غير يضغطوا على زر الاشتراك ويفعلوا الجرس هكذا بيوصلهم كل جديد ان شاء الله. واللي عجبتها الوصفه وجربتها ما ليها غير تخلي لي راي تاعها لتحت في لي كومونتير. الى اللقاء البنات، ونلتقوا في وصفه جديده ان شاء الله.